حكاية فيلمنا مع الأسد مفاسا اللي بيحكم أرض العزة. أرض العزة عبارة عن غابة في أفريقيا فيها حيوانات كتير جدا بيحكمها مفاسا والملكة سرابي، وبيحتفلوا النهاردة بميلاد سيمبا مولودهم الجديد اللي هيكون ملك أرض العزة من بعد باباه. أرض العزة اللي فيها حيوانات كتير جدا بتعيش في سلام وأمان تحت حكم الملك مفاسا. وفي يوم الاحتفال بيحصل حدث غريب، ان سكار اخو مفاسا ما بيحضرش الاحتفال، فبيروح له زازو وده المساعد الايمن لمفاسا وبيقول له ان انت ازاي غبت عن الاحتفال وجاه السبب عشان مفاسا لما يجي تقدر تقوله له. فعلا مفاسا بيدخل عليهم قبل ما سكار ياكل زازو وقال له انت ما حضرتش ليه الاحتفال. قال له ان من ساعة ما سيمبا جه وهو بقى المفضل عندك انا ما بقاش ليه مكان، ومن هنا ابتدت الكراهية بين الاخين. وهنيجي عند سيمبا اللي بيحاول يصحي باباه وبيقوله ان انت وعدتني انك تنزل معايا النهارده. فعلا مفاسا بياخد ابنه سيمبا في جولة في ارض العزة وبيبتدي يوريله الاماكن اللي هيحكمها، وبيقول له كل مكان موجود هنا هيكون تحت ملكك، وانك تكون الملك معناه ان انت تحافظ عليهم. وبيبتدي ان هو يعلمه الصيد، وبيبتدي بزازو، وفعلا سيمبا بينقض على زازو وبيبتدوا يضحكوا. لكن سكار هيقول لسيمبا ان في مقبرة للفيلة، مكان مش مناسب ليك كأمير صغير، اوعى تروح هناك. لكن سيمبا بيحب المغامرة، هياخد نالا صديقته وهيروح لمقبرة الفيلة. هيتفاجئوا هناك ان الضباع بتكون محاصرهم من كل حتة، وهيبتدوا ان هم يهجموا عليهم. شينزي ملكة الضباع هتؤمر الضباع انها تهجم على سيمبا وانهم ياكلوهم. سيمبا هياخد نالا وهيحاولوا يهربوا، لكن طبعا الضباع اكتر منهم هيحوطوهم من كل حتة. سيمبا هيحاول يخوفهم، الضباع هتضحك عليه عشان صوته صغير. هيحاول مرة تانية، هيتفاجئوا ان ده صوت الملك مفاسا اللي بيجي وبيضربهم كلهم، وبيبتدي يبص لابنه سيمبا والنالا وهو زعلان منهم. وبياخد ابنه سيمبا معاه في رحلة عشان يعلمه درس انه يحافظ على نفسه وعلى اللي معاه، وقال له ان انت دايما تبص للسما هتلاقيني. الناحية التانية هنلاقي سكار بيروح للضباع وهو زعلان منهم، وبيقول لهم ان انا جبت لكم هنا شبلين صغيرين ومع ذلك ما قدرتوش ان انتوا تاكلوهم. وقال لشيزني ان هو عايز يقتل مفاسا عشان يحكم ارض العزة، وهيبتدي يخطط تاني ويقول لسيمبا انت خليك في الوادي ده وابتدي يعمل زئير. هيتفاجئ ان في سيران كتيرة جدا بتجري عليه. هيجري سكار على مفاسا ويقول له الحق سيمبا ان هو موجود لوحده والقطيع بيجري بسرعة جنونية. مفاسا هيضحي بنفسه وهينزل عشان ينقذ ابنه، وفعلا بيحاول يوصله وهيقدر انه هيعمل كده، لكن بيتخبط من طور من التيران اللي بتجري وهيحاول يطلع. هيتفاجئ ان سكار بيغدر بيه وبيضربه وبيقول له انك لازم تموت. سيمبا هيشوف باباه وهو بيموت قدامه وهيجري عليه، لكن سكار هنا مش هيسيبه وهيروح له وهيقول له انت السبب، انت اللي خليت الملك مفاسا يموت، لولاك ما كانش مات. لازم تهرب يا سيمبا. سيمبا فعلا هيقرر الهروب. هتيجي الضباع لسكار ويقول لهم اقتلوه. سيمبا هيبتدي يجري من الضباع وهيجي عند المنحدر وهيقع، وبعد كده بيهرب في الصحراء منهم. سكار بيرجع ارض العزة وبيقول لهم ان انا بقيت الملك ومفاسا وسيمبا ماتوا. كلهم هيستغربوا، وعلى الناحية التانية سيمبا هيمشي في الصحراء لحد ما يتعب. الصخور كلها بتتلم عليه عايزة تاكله. تيمون وبومبا بينقذوه في اللحظة المناسبة، وده هيخلي علاقة الصداقة ما بينهم تكبر وهيبقوا أصدقاء هما التلاتة. وهنيجي هنا لسكار اللي بيحكم أرض العزة دلوقتي، واللي بقى بيخلي الضباع تاكل قبل الأسود وبقت تصطاد براحتها. وعلى الناحية التانية سيمبا اللي موجود مع تيمون وبومبا بتفاجئهم نالا وبتهجم عليهم، لكن هما ما يعرفوش ان دي نالا. وفعلا في اخر لحظة بيتدخل سيمبا وبينقذ تيمون منها وبيضرب نالا، وبيتفاجئوا الاتنين انهم عارفين بعض. هيفرحوا جدا ان هم لقوا بعض تاني. نالا هتبتدي تطلب من سيمبا ان انت ترجع معايا لارض العزة، ارجع لمكانك انت الملك. سيمبا هيبتدي يبص للسما زي ما باباه كان معلمه، نلاقي ان سكار بيعامل الاسود وحش وبيقول انا 10 اضعاف مفاسا، وبيضرب الملكة سرابي. في اللحظة المناسبة سيمبا بيوصل. سكار بيخاف وبيفتكروا ان هو مفاسا، لكن هيتفاجئ ان هو سيمبا. سرابي هتفرح جدا ان ابنها لسه موجود، وقال له يا سكار اديني سبب واحد يخليني ما موتكش دلوقتي. قال له انت مش تقدر تعمل كده، الضباع موجودة حواليا، وكمان انت اللي قتلت الملك مفاسا ولازم تعترف. وفي اللحظة دي سيمبا افتكر باباه، وسكار قعد يضغط عليه لحد ما سيمبا كان هيقع برضه من على المنحدر. وسكار ابتدى يبص لسيمبا وقال له المشهد ده كأنه بيتكرر قدامي، لانه فعلا حصل قبل كده معاه وهو بيقتل الملك مفاسا. وهنا قال له
انا اللي قتلت الملك موفاسا. سيمبا هيجن جنونه وهيبتدي ينتقم لباباه، وبيفتكر باباه وهو بيقع قدامه، وهيبتدي يطلع من المنحدر وهيحاول يضرب سكار، وهيتفاجئ ان الاسود كلها بتقول لسكار ان انت كذاب. هتبتدي المعركه ما بين الضباع والاسود. سيمبا اللي بيحاول يضرب اكبر عدد من الضباع، عددهم كبير جدا، والملكه سرابي اللي بتحاول تضرب شيزني لانها السبب في كل ده، وفعلا هتقدر انها تتغلب عليها وهتضربها وهتوقعها من على المنحدر. وكمان نيلا هتتدخل عشان تساعد سيمبا، وتيمون وكل اصدقائهم هيتدخلوا عشان يساعدوا سيمبا. تيمون هيضرب اكبر عدد من الضباع، وهيجي القرد العجوز وهيضرب عدد كبير جدا منهم. الكل بيحاول يساعد الملك سيمبا عشان يرجع لأرضه، وعشان كمان يرجع هو الملك، ملك أرض العزة. سيمبا في آخر لحظة بيلحق سكار قبل ما يهرب. سكار بيطلب منه الرحمة، لكن سيمبا بيقول له انت قدامك حل واحد، ان انت تهرب بعيد. سكار مخادع، مش هيرضى يهرب، وهيحاول ان هو يجيب النار على سيمبا عشان يقدر يتغلب عليه. لكن سيمبا قوي جدا وبيقول له انت مش هتقدر تكسبني يا سكار، وهيضربه فعلا، وكمان هيوقعه من على المنحدر بعد معركة قوية دارت ما بين الاتنين. ومن هنا بتنتهي رحلة سكار، لانه بيتفاجئ بعد ما وقع انه موجود بين مجموعة من الضباع اللي بيقرروا ان هم ينتقموا منه وبيهجموا عليه، وبيقدروا فعلا ان هم يتغلبوا عليه. وهنا سيمبا هيرجع ارض العزة لمجدها، بيبتدي يبص للحيوانات اللي موجودة فيها واللي بيحسوا بالامان اخيرا في وجود الملك سيمبا. وهنا القرد العجوز هيطلب من سيمبا ان هو يطلع لصخرة ارض العزة عشان كل الحيوانات تشوف ان هو رجع لمكانه. سيمبا فعلا بيطلع لصخرة ارض العزة، كل الحيوانات بتبص له وهو بيعمل زئيره بصوت عالي، وبيعلن ان هو رجع لمكانه تاني. فبترجع ارض العزة لمجدها. سيمبا ونيلا بيتجوزوا وبيجيبوا مولود جديد، واللي هيحكم ارض العزة من بعد سيمبا.